ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ انا اشرقت احمد. بما اني كان بقالي سنة بعيد عن اليوتيوب، فقررت ان انا اشارك معاكم حاجات من اللي حصلت في السنة اللي انا وقفت فيها يوتيوب دي. طبعا الحاجات اللي حصلت كان منها الحلو كان منها الوحش، بس اكيد مفيش حد هيشارك حاجة وحشة حصلت له على السوشيال ميديا. انا قررت ان انا اشارك معاكم الحاجات الحلوة بس، واوريدي بدأت الموضوع ده بفيديوهين فاتوا قبل كده. لو انتم ما شفتوهمش هسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف، بروحوا اتفرجوا عليهم. والنهارده ده هيكون الفيديو الثالث. اوكي، خلينا نبدأ. الحاجة اللي انا هشاركها معاكم النهارده هي ان احنا رحنا حضرنا مؤتمر الجامعة كانت موديانا يعني ليه. المؤتمر ده اسمه Global Forum for Higher Education and Scientific Research او GFHS. بالنسبة لنا احنا كطلبة كان مسموح لنا ان احنا نحضر يومين اللي هم اخر يومين. المؤتمر ده كان تقريبا في شهر 12 اللي فات، 12 2021، وكان معمول في العاصمة الإدارية الجديدة. اوكي، اول حاجه رحت انا وصحابي وزمايلي وكل الناس اللي كانت تقريبا رايحه، اتقابلنا كلنا سوا وقررنا ان احنا نروح سوا. وطول الطريق كانوا طبعا مشغلين اغاني، كل واحد كان عنده تيست في الاغاني مختلف عن التاني خالص. فكان فجاه بتشتغل اغنيه انجلش، وبعدها على طول فجاه اغنيه لام كلثوم، وبعدها اغنيه مهرجانات، لا وبعدها اغنيه حزين. كان في لخبطه كده في الاغاني اللي كانت قاعده بتشتغل. قولوا صباح الخير يا شباب. 4% ورا. مش عايزة يا جدعان هناكل ايه النهارده؟ والله طب بص اللي شفته قبل ما تشوفك. مرة المهم ان احنا كنا رايحين اصلا متاخر شويه، فرحنا داخلين ودخلنا على طول على قاعه. طبعا مش هقعد اتكلم عن الديكورات وكل حاجه، لانه اكيد انتوا هتشوفوا بنفسكم. So just to highlight, what is this global space ecosystem I'm talking about? فكلنا كنا قاعدين فتره طويله، قاعدين نسمع للتوكس والسبيكرز اللي كانوا موجودين. And the healthcare provider, perhaps shaping a new era in that field in terms of diagnosis and treatment and so forth. Before that happens, really just to say, those that weren't here yesterday, the moderator talked about 2030 and everything being new.
وبعد ما قعدنا نحضر توكس كتير جوعنا صراحه. كان وقت البريك وقتها كنا عايزين ندور على فين الاكل. بقيت زمايلنا واصحابنا ما شاء الله شافوا هم مصلحتهم لقوا مكان الاكل وراحوا وكانوا بياكلوا، واحنا اللي قاعدين بنلف ومش عارفين الاكل فين. ولما عرفنا ان هو الاكل اوت دور وعرفنا ان احنا نوصل، اكتشفنا ان هم جوه كده حاجز كده وجابوا اكل اوريدي وقاعدين بياكلوا، وخلاص الدنيا اتملت واحنا اللي ما كناش عارفين ندخل. فاضطرينا ان احنا نقف من بره الحاجز ده ونخليهم هم اللي جوه يروحوا يجيبوا لنا اطباق واكل ويجوا يحطوها لنا واحنا ناكل من واحنا واقفين بره. كان منظرنا وحش قوي صراحه. كده ينفع؟ كده ينفع؟ ايش يا جماعه؟ المفروض يكونوا جايبين لنا اكل. انا بقى لو رحت هات حاجه اشربها بالله يا بنتي انا مش انا ما يعني لا اكلت حاجه الناس كلها اكل. المهم بعد ما خلصنا كل ده رجعنا تاني. كان في برضو توكس تانية، بس انتوا لو حابين تحضروها او لو حابين تحضروا سيشنز تانية مختلفة براحتكم. بالنسبة لنا احنا حبينا ان احنا نلف شوية ونتفرج على، كان في بوث لكذا يعني كل كلية تقريبا او كذا حاجات مختلفة قوي، كان كل حاجة ليها بوث. احنا الجامعة بتاعتنا كان ليها بوث لوحدها وقفنا عنده شوية. خلينا اقول لكم انه اول يوم ده احنا اصلا كنا رايحين علشان كنا عارفين في حد مهم جدا كان جاي يدي توك، احنا اساسا كنا عايزين نحضر له. الشخص ده هو بروفيسور سير مجدي يعقوب، وانا عايزه اقول لكم انه حرفيا القاعه ما كانش فيها ولا مكان فاضي. قاعه معرفش بتشيل قد ايه، كانت كلها كومبليت علشان هو كان جاي. المهم ان الحقيقه ان هو شخص لذيذ جدا. التوك بتاعته كانت خفيفه كده ومهمه جدا ومفيده قوي. Professor Sir Dr. Magdi Yacoub. Your Excellency, the Minister, thank you for organizing such a wonderful thing. It really is a privilege, Minister, for me to be here following your invitation. Can I change the slide? Yeah. Here. Oh, that's my, just saying who I am. And here is the title, Interdisciplinarity, Innovation and Progress. And her discovery, this can only be achieved by multidisciplinarity. I dropped the word interdisciplinary with innovation. Thank you. برضو اقول لكم على حاجه، انه انا ما كنتش عامله حسابي ان انا هنزل ده كفلوج، فانا بس كنت بصور بالطول علشان عايزه اللي هو دي مجرد تبقى ذكريات معايا يعني. بس بما اني بشارك معاكم حاجات ما اللي حصلت في السنه اللي انا وقفت فيها يوتيوب، فكرت ان انا اخليه فلوج. وبما اني عايزه احط لكم اكبر لقطات واكبر حاجات ممكنه من اللي انا صورتها، فالفيديو هيكون طويل شويه فمعلش. تاني يوم بقى قررنا ان احنا نيجي بدري قوي علشان نكتشف اكتر وكده. ولما جينا بدري قوي انا عرفت ان انا اصور الاوتيل، وعرفت ان انا اصور حاجات كتير عشان الدنيا ما كانتش زحمه او ما كانتش لسه زحمت للدرجه. الاجواء الى حد ما رايقه شويه عن اول يوم لما جينا الصبح بدري كده. رحنا رايحين وقررنا ان احنا نتجول شويه.
ولقينا في بوث لهواوي كانوا حاطين شاشات تقدروا ان انتوا تكتبوا عليها اي حاجه، ترسموا عليها اي حاجه. كان في شخص قاعد بيرسم الناس. فاحنا قررنا انا وزمايلي ان احنا نروح ونقعد نلعب شويه في الشاشات دي، نكتب اللي احنا عايزينه وكده يعني. انت بتعمل ايه؟ بيزين بيزين اكتب ايه بقى؟ فتكت اسمه اسمك طويل. السرعة زي هي بتقطع. لا السرعة يا جدعان احنا فاضيين للدرجه دي؟ ايه المؤتمر عشان نلعب دي؟ طب بتلعب على موبايلك يا بنت. وبعدها رحنا قعدنا نحضر سيشنز تانية مختلفة كتير جدا، بس انا مش حطاها كلها في الفيديو طبعا. Thank you very much for your contribution to give us a view of how you handle health from a linguistic perspective. Just to give the context for colleagues in the room, so we will hear something about CPD. والمره دي عرفنا ان احنا ندخل وناكل، نلحق الاكل بدري بس ما صورتوش. المهم ان احنا وصلنا لحفل الختام. وفي حفل الختام جه الفنان مينا عطا علشان يغني اغنيه مؤتمر. المهم ان احنا بعد ما خلصنا ركبنا باص الجامعه، واحنا في الطريق قررنا ان احنا نشغل اغاني. دايما كان بيبقى نفسي نطلع رحله تبع الجامعه مثلا ونقعد نشغل اغنيه فوق صح لينا ده اليوم ده بتاع، بس احنا ما كناش في رحله يعني. بس عموما اهو مش مشكله يعني، كنا رايحين حاجه ملهاش علاقه مثلا بمحاضرات دراسه يعني المفروض نشغل اغاني زي دي، بس احنا ما شغلناهاش، احنا شغلنا اغاني تانية احلى. هوريكم برضو لقطات صغيره منها. انا عايزه اقول لكم ان في لقطات كتيره جدا انا اوريدي ما حطيتهاش اصلا في الفيديو، عشان الفيديو كده طويل اصلا زياده عن اللزوم. بس كنت مبسوطه قوي وانا بعمل مونتاج للفيديو ده، علشان كنت قاعده
بتفرج على الفيديوهات دي وافتكر الايام دي، وحاسه ان انا صحابي وزمايلي والجامعه وحشتني قوي قوي. مش عارفه ازاي كده كل حاجه عدت بسرعه والحياه الجامعيه عدت بسرعه، وحاسه ان انا عايزه ارجع اكون طالبه تاني. بس انا عايزه اقول يعني ان انا ممتنه صراحه لايام الجامعه بحلوها وبمرها بكل حاجه. ممتنه لاصحابي وللناس اللي انا طلعت بيهم. خليني قبل ما انهي احط لكم صور من اللي احنا تصورناها في المؤتمر بعدين ارجع لكم. وبس، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك وتعملوا سبسكرايب او تشتركوا في القناه لو انتم ما كنتوش مشتركين. دوسوا على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو ودوسوا على زرار الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. انا بنزل فيديوهات كل يوم جمعه على اليوتيوب. وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام وتيك توك، واكتبوا لي تحت في الكومنتات فيديوهات انتوا حابين تشوفوها على قناتي. وبس، انا بحبكم جدا جدا جدا، و مع السلامه.